أخطاء كارثية كل مبتدئ في البرمجة بيعملهم وبيخسر وقت ومجهود كبير. أول خطأ هو إنك بتحاول تتعلم أكتر من لغة في نفس الوقت، وفي كتير من المبتدئين بيقعوا في الفخ ده. بيفكروا إنهم لو اتعلموا 3 أو 4 لغات مرة واحدة هيبقوا مبرمجين محترفين بسرعة، لكن الحقيقة إنك لازم تركز على لغة واحدة بس وتتقنها. تاني خطأ كارثي وهو إنك بتنسخ الكود من النت من غير ما تفهمه. أكيد كلنا بنستخدم جوجل، بس لما تلاقي كود وتحطه في مشروعك لازم تفهمه بشكل كويس، مش مجرد نسخ ولصق. الخطأ التالت وهو إنك مش بتجرب تعمل مشاريع صغيرة بنفسك. كتير من المبتدئين بيتعلموا المفاهيم لكن مش بيطبقوها. يا صديقي، البرمجه زي السواقه، لازم تجرب بنفسك. ابدا بمشاريع صغيره حتى لو مجرد تطبيق زي التو ليست. الخطا الرابع انك بتفكر انك لازم تبقى كامل ومحترف من البدايه. المبتدئين ساعات بيخافوا يغلطوا، لكن عايز اقولك ان الغلط ده جزء من عمليه التعليم. اغلط براحتك وتعلم من غلطك وزود من قيمتك في السوق. الخطا الخامس انك بتستسلم بسرعه. البرمجه مش سهله وهتحتاج وقت وصبر. استمر في المحاوله وهتلاقي نفسك بتتقدم اكتر مما كنت متخيل. لايك وفولو وتحول لمبرمج.